سمعتوا صوت القرمشة دي؟ لو بتعملوا دايت الفترة دي أو ما بتعملوش وعاوزين تحسوا بالشبع كمان، وصفة النهاردة هنعمل كراكرز البنجر، حاجة كده خطيرة ولذيذة وتصلح لمرضى السكر وتصلح لمرضى فقر الدم، لأن هي مليانة فيتامينات ومعادن وحديد فوق الوصف، وطعمها فوق كل ده لذيذ جدا ومسكر جدا، وعلى فكرة تنفع جدا لأولادنا. اعملوا لايك بس ويلا بينا على طول على الطريقة حالا. هنبدأ كده على طول، وهكتب لكم المقادير ان شاء الله في نهاية الحلقة. عندي بنجراية يعني يكون حجمها حلو كده، ابن ناس فوق مثلا نص كيلو ولا حاجة، اكون سلقاها كويس قوي ومقشراها وزي الفل كده قدامي. البنجر طبعا ليه فوائد كتير جدا جدا هتظهر قدامكم على الشاشة، مش ممنوع خالص في الدايت، بالعكس، وطبعا بيحارب معايا فقر الدم وبيجدد خلايا الدم، والناس اللي عندهم مشاكل مثلا في الدورة الشهرية بيظبط كل حاجة في الجسم. فهجيب بلندر كده امور واقطع فيه البنجرايه اللي عندي مكعبات. طبعا البنجرايه بكون سلقاها، لازم تكون مسلوقه كويس جدا جدا جدا. تمام، هقطعها كده بالمنظر ده، وهنزل عليها يعني بحوالي ربع كوبايه من الميه، بس عشان خاطر تمشي معايا بس في الضرب في الخلاط، لان عايزه اضربها كويس قوي قوي بحيث ما بقاش بس باينه، عشان في ناس مش بتستحمل طعم البنجر، في ناس مش بتحبه، حاجات كتير قوي. وبعدين كمان شكل الكراكرز هيبقى لذيذ قوي، لونها بينك كده ولذيذ، فالاطفال كمان هيحبوها قوي. توصل معايا بالشكل ده، يبقى انا كده خلاص هو ده الشكل اللي انا عاوزاه بالظبط. هجيب معايا بوله بقى وهنزل فيها بالبنجر بعد ما فرمته كويس بالمنظر ده. ادوا الفيديو لايك وانا معاكم دلوقتي عشان اقول لكم كل الوصفات الصحيه اللي انتوا بتحبوها وتفضلوها ان شاء الله. بصوا بقى البنجر والقوام بتاعه هو ده اللي انا عاوزاه بالظبط، مش عايزه اكتر من كده، يعني مش مضروب اكتر من كده. وهنزل عليه بنص كوبايه، يعني في حدود 50 جرام من دقيق شوفان بالشكل ده. الشوفان طبعا بجيبه بطحنه في البيت، مش محتاج ان انا اجيبه يعني جاهز. وهنزل عليه بربع كوبايه من بذور الكتان المطحونه، لازم تكون مطحونه، اوكي. وهنزل عليها كمان بمعلقه كبيره من زيت الزيتون، ومعلقه من حبه البركه كبيره او اللي هي الحبه السوداء، وكمان معلقه كبيره من السمسم. طبعا كل الحاجات دي مفيده لينا قوي. وهنزل عليها بمعلقه صغيره من الكمون، وملح طبعا حسب الرغبه. وخلاص كده. بصوا المكونات سهله جدا وتقريبا موجوده عندنا، يعني مش بيج ديل او حاجه صعبه ان احنا نجيبها يعني. ونقلب بقى كله كده بحيث ان يعني كله يتجانس مع بعضه. بصوا لاحظوا انا مش هلمس العجينه خالص ولا اي حاجه ولا فيها اي تعب، بس بجد بجد هتعشقوها، هتشوفوا اصلا يعني مجرد ما تاكلوها هتحسوا بفرق، ولو تعودتوا نفسكم عليها بجد هتشوفوا نتائج رهيبه بجد من الكراكرز دي. لذيذه جدا جدا ومسكره كمان قوي، طعمها حلو يعني. كمان بتحط لها ملح، بيبقى مسكر ومالح مع بعض، حاجه كده اخر لذيذه. هجيب بقى صينيه واحط عليها ورق زبده، وبرده ادهنها، لازم ادهنها عشان خاطر الوصفه دي او الخليط ده يعني بيلزق شويه، فخدوا بالكم من الحته دي، اوكي. دهنتها زيت زيتون، وهبتدي ان انا اوزع الزيت على قد ما اقدر كده عشان خاطر يعني انزل بالخليط مبقاش قلقانه ان هو يلزق مني. تمام. وهنزل بالخليط. بصوا الخليط شكله لذيذ قوي، يعني مش عارفه اقول عليها كراكرز البنجر ولا اقول عليها كراكرز باربي، خصوصا ان اليومين دول في هوس بباربي قوي، فممكن نقول لاولادنا ان دي كراكرز باربي وهيحبوها قوي. هنزلها كده في الصينيه زي ما احنا شايفين، وابتدي ان انا اسويها. بصوا بقى اهم حاجه في الحوار ده كله ان انا اسويها على قد ما اقدر تبقى كلها سوا واحد. يعني انا غلطت برضو ان في حته اتساوت معايا وفي حته يعني عاليه وحته كانت مش عاليه، فكانت النتيجه هتشوفوها بعد ما استوت في حته اتحرقت مني شويه. انتوا سووها على قد ما تقدروا عشان ما تتحرقش منكم، اوكي. واحط على الوش شويه من الزعتر او الاوريجانو، يعني دي زياده من عندي، مش عايزين تحطوا مفيش مشكله. واحطها في الفرن على درجه الحراره 180، يعني يمكن 10 دقايق بالكتير تطلع، وبعدين تهدى شويه، وبعد كده ادخلها الفرن 5 دقايق كمان عشان خاطر تقرمش. فاهمين قصدي؟ طبعا قبل ما ادخلها الفرن هبتدي ان انا اعمل بالسكينه بالمنظر ده، لان مش هعرف اشكلها لان العجينه ملزقه جدا زي ما انتوا عارفين، اكيد شايفين يعني مش هقدر اشكلها بايدي او اعملها باي حاجه، فهعملها بالسكينه بحيث تبقى سكويرز كده صغنونه، واقدر اكل منها زي الكراكرز اللي احنا عارفينها اللي بتبقى انهيلثي. زي ما قلت لكم هحطها بالظبط 10 دقايق تطلع وتهدى، واحطها تاني عشان تقرمش 5 دقايق. تمام. بصوا بقى ده اللي بقول لكم عليه، الحته المحروقه دي اللي كانت رفيعه قوي 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 بزياده،
لكن اللي لونها حلو محتفظ بلونها دي كده كانت سمكها مظبوط. وانا بعمل الحلقه معاكم كده النور قطع للاسف، ده طبيعي اللي من دول في مصر، فبرضه ما وقفتش بيني وبينكم لان ريحتها كانت تحفه وعايزه افطر، فما قدرتش، قلت اصور بقى في الضلمه، فاعذروني الاضاءه مش تمام قوي، بس مش قادره اوصف لكم لونها حلو قد ايه وشكلها فعلا يفتح النفس. على قد ما قدرت معلش اعذروني، التصوير يعني مش قوي، بس طبعا تقدروا تعملوها احسن مني مليون مره. وطبعا المحروق ده انا هسيبه على جنب، مش هاكله، مش صحي اصلا يعني، وبس انا بوريكم لما قطعتها قبل ما اسويها. بصوا الموضوع بقى سهل ازاي، في منها طري وفي منها مقرمش يعني، لان انا كنت المفروض ان انا قاعده في فرن يعني تاخد سخونيه الفرن، بس طبعا عشان النور قطع وكده، ف الفرن عندي كهرباء، فما نفعش ان انا احطها في فرن تاني يعني. انتوا بقى ايه فاهمين الفكره ده تحمصوها يعني. في منها بصوا ما شاء الله يتحمص كويس او قرمش كويس، فما فيش مشكله عادي. هاخد بقى الجزء المحروق ده خليه على جنب، وابتدي استمتع بالمنظر القمر ده. شكلها تحفه تحفه تحفه. نقرب بقى ونشوف احلى تفاصيل. وصفة سهلة وجميلة ولذيذة ومشبعة وطعمها حلو جدا، وولادنا بجد هيحبوها قوي لان طعمها لذيذ، وفي نفس الوقت مش هيحسوا بطعم البنجر وهيتبسطوا باللون البينك بتاعها، فاهمين قصدي؟ بس اخد منها طبعا واقدر ان اكل، بنعملها في الفطار وفي الغداء وفي العشاء، مفيش منها اي مشكلة خالص، وبجد هتعجبكم جدا لان طعمها جديد، وفي نفس الوقت ما فيهاش دبكة كتير ولا عجن بقى ولا مثلا اقعد اشكل ولا اي حاجه خالص. يكفي كمان ان انا مش هلمس العجينه. بصوا القمر تجنن. اسمعوا بقى صوت القرمشه، اخر لذيذه اخر لذيذه. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم، مش بقى باللايك والشير والسبسكرايب، بحبكم جدا، سلام.